لو عايزين نعمل أكلة حلوة قوي من غير ما نقف في المطبخ 15 ساعة ونستخدم 50 حلة ومواعين كتير، وهتبقى أكلة بالنسبة لكم إدمان وهتعملوها كتير أنا متأكدة، فتعالوا أقول لكم هنعمل إيه. لو عندكم صدور فراخ أو حتى بانيه أو حتى أوراق، بس أهم حاجة تبقى من غير عظم. بس الأول قبل ما أقول لكم يا ريت نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك. ولأول مرة بيشوفني أنا رغدان. أول حاجة أنا استخدمت 4 صدور من الفراخ، طبعا متشال منهم العظم والجلد. أنا عملت فيهم فتحات كده عشان يستووا أسرع وكمان عشان الشكل. أنا هتبلهم بقى بملح وفلفل أسود و7 بهارات سورية، وكمان هقلبهم من الناحية التانية واتبلهم بنفس البهارات. طبعا تقدروا تستخدموا أي بهارات انتوا بتحبوها في الوصفة دي، يعني مفيش بهارات معينة. زي ما قلت لكم كده الناحية التانية هحط عليها نفس الحاجة، ملح وفلفل اسود والبهارات السورية. وبعدين بقى هحط على كل ناحية كده معلقتين كبار من الدقيق، واحاول كده اوزعهم ان الدقيق كده يبقى مغطي تقريبا او كل يعني الفراخ. وهقلبها الناحية التانية وبرضو هحط عليها معلقتين كبار من الدقيق، واحاول كده اقلبها بالسباتشولا كده في كل ناحية عشان الدقيق يغطي كل حتة فيها. وبعدين بقى في طاسة على النار حطيت 1.5 معلقة من الزبدة. اول كده ما تسيح هنزل الفراخ. انا عايزة على كل ناحية تاخد يعني لون جامد وتبقى على نار عالية عشان ما تنزلش المية اللي جواها. هتاخد تقريبا 3-4 دقايق على كل ناحية، والنار تبقى عالية. يعني بصوا ده اللون اللي انا عايزاه. وهقلبها الناحية التانية برضو هتاخد 3-4 دقايق، نار عالية زي ما قلتلكوا. لو احتاجت لو حسيتوا الزبدة نقصت ممكن بس تزودوا نص معلقة زبدة، احنا مش محتاجين الزبدة تبقى كتير. بصوا هي الناحية التانية خدت اللون، بصوا اللون غامق، هو ده اللي احنا عايزينه. هي كده ما استوتش، هي كده تقريبا استوت 20% او اقل، هي بس خدت لون. هزود بقى 1.5 معلقة زيت زيتون، وهوسع بس الفراخ كده. هعمل كده مسافة في النص. انا كنت مقطعة 4 فصوص توم كبار وواحدة فلفل حامي. تقدروا تحطوا حتة فلفل الوان او حتى ما تحطوش فلفل خالص لو مش حابين. هقلبها بس تقليبة، وهبتدي بقى اظبط الملح، يعني اظبط الملح كده، واحط فلفل اسود تاني، مش هحط اي بهارات تانية. هحط بقى 1.5 معلقة دبس رمان، وهحط معلقة كبيرة عسل، وهحط كمان معلقة مستردة. وهقلب كده الحاجات دي، وهزود كوباية الا ربع مية سخنة كده. وهنقلب الفراخ فيها كده تقليبة عشان الفراخ تكمل بقى سواها. نقدر في الوقت ده نغطي بقى على الفراخ. هتاخد على كل ناحية تقريبا 7 أو 8 دقايق عشان تستوي. وكمان عشان الصوص يتقل، طبعا الصوص هيتقل من الدقيق اللي احنا كنا حاطينه على الفراخ لما ابتدينا نسويها. هي كده خدت على اول ناحية زي ما قلت لكم تقريبا 7-8 دقايق. هقلبها بقى الناحية التانية واغطي برضو عليها على نار كده متوسطة مايلة للهادية. خلاص كده هي كانت استوت. بصوا الصوص تقل ازاي، احنا عايزين الصوص يبقى كده بالظبط. وهي كده جاهزة عشان نقدمها. احلى حاجة في الوصفة دي اللي احنا نقدر نعمل معاها اي حاجة، يعني بيليق معاها رز، مكرونة، بطاطس بجميع انواعهم. نقدر نعمل خضار سوتيه، نقدر نعمل معاها حاجات كتير، يعني بيليق معاها حاجات كتير او تقريبا كل حاجة. حلوة قوي الفليفرز اللي فيها، لايقة جدا مع بعض. الثوم والفلفل والدبس الرمان والعسل بجد حلوة قوي، واتمنى تجربوها. انا متأكدة ان انتوا هتحبوها وهتعملوها كتير. وبالهنا والشفا مقدما يا رب على اللي هيجربها. وبكده يكون الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايكات كتير وشير للفيديو. بحبكم قوي وهتوحشوني قوي. باي باي.